أهلا وسهلا فيكم جميعا. شكرا بداية لأنكم ضغطتوا على الفيديو، حبيتوا تفوتوا وتحضروا الفيديو لليوم. حبيت أقولكم إذا كنتوا غير مشتركين بالقناة بتمنى اشتراككم. معكم دينا لايف ستايل من عمان الأردن، وبتمنى أنه الفيديو يعجبكم وكل الفيديوهات يكون فيها الفائدة إن شاء الله. هون بعد صلاة الفجر كنت عم بقرأ سورة، عم بختم بسورة قرآنية. لفيت وشفت المنظر الشروق، قلت لا لازم أصوره. ما كنت مجهزة أو حاطة ببالي هذا الشيء، بس ما شفت المنظر ولأنه بلش يدفي الجو عنا مع صوت العصافير، فحبيت أشارككم الطاقة الصباحية الرائعة. وفتحت الشبابيك وتركت كل شيء مفتح حتى تدخل يعني يتجدد هوا البيت ويفوت الهوا النظيف وتفوت الطاقة الحلوة للبيت. ما في أجمل أنك توقفي تستنشقي الهواء بهذا الوقت، تجددي طاقتك، عينك تشوف مدى واسع. لا تعودوا حالكم يا جماعة، حتى من أيام كورونا كان دائما في نصيحة أنه لا تخلوا الأفق تاعكم محدود بحيطان. لو توقفي على الشباك أو توقفي على البلكون وتنظري لأفق واسع، يعني كل ما خليتي العين تنظر لمدى واسع بيريح العقل، بيريح النفس، بيريح الروح والتفكير، طاقتك بتكون أفضل. عدا عن إنه في معلومة أنا سمعتها إنه الشمس لما بتشرق وبتطلع ويبلش الضوء يفوت على البيوت وعلى أجسامنا، بتبلش هاي الطاقة تفوت من أطراف الأصابع، يعني بتبلش تدخل من الأطراف. ولهذا السبب بينصحوا دائما إنه تكون الأظافر مقصوصة، لأنه وجود الأظافر شوفوا سبحان الله دائما ما في سنة نبوية أو يعني إشي تعلمناه في ديننا إلا له الفائدة الصحية. يعني بمجرد ما نقص الأظافر الطاقة بتفوت منتظمة، لأنه وجود الإطفر هذا اللي بيكون أظافرنا اللي مش مقصوصة بتكسر دخول الطاقة إلى الجسم، يعني جسمك ما بتفوت عليه الطاقة بالشكل اللازم يفوت عليه. لهذا السبب بتلاقي قصوا أظافركم ولاحظوا على حالكم استيقاظكم رح يكون منظم أكتر، طاقتكم أفضل، نشاطكم أحسن. لما تكون الأظافر حتى مش منظمة مكسرين ما رح تاخد الطاقة الصباحية من دخول الشمس علينا. عشان هيك دايما كمان ما تعتموا الغرفة كتير، خلي ضوء الشمس يفوت على أجسامنا وعلى يعني بشكل منتظم حتى ناخد الفائدة المطلوبة. فبداية حابة أحكي لكم بهذا الفيديو، أشارككم بعض الروتينات اللي أنا بعملها. هلأ هذا الروتين ذكرني أيام شغلي، يعني أنا تقريبا قلت لكم فوق ال 15 سنة، تقريبا 17 سنة وأنا بشتغل. هذا أول رمضان إلي وأنا في البيت كامل، من أول رمضان لآخره بدون مسؤوليات عمل. فكيف روتيني بيكون أو كيف ببلش؟ هو بالعادة أنا بفوت على المطبخ بعد صلاة العصر، يعني قبل صلاة العصر ببلش أقرأ وأختم لي سورة قرآنية حسب ما أنا ماشي عشان نختم القرآن، وبصلي العصر أول ما يأذن وبفوت على المطبخ وبلش أشتغل. بهذا اليوم ما حبيت أعمل هيك، قلت أنا ليش بدي أضيع وقتي كله في المطبخ أو يكون على طول أصلي العصر وأضلني بين المطبخ وبرا. لا، عملت روتين الصباح الاعتيادي. يعني أنا بصحى تقريبا بعد ما أصلي الفجر وبعدين بيطلعوا الأولاد على المدرسة، برجع بنام. يعني أنا بنام بعد صلاة العصر، بعدين بطلع على ابني على المدرسة، بعدين برجع بنام تقريبا الوحدة قبل ما يجي، يعني قبل ما يكون ابني إجا من المدرسة بكون أنا صاحي، يعني تقريبا بين الوحدة ونص، يعني واحد 12 ونص واحدة ونص. يعني أنا من الناس اللي 5 ساعات أو 6 ساعات كافيين إلي نوم. بعدين بصحى بشوف برتب أفكاري، شو بدي أعمل، شو طبخة اليوم، شو بدي أسوي، وبناء عليه بقرر أي ساعة أفوت المطبخ. غالبا بعد صلاة العصر بفوت، لكن في هذا اليوم أنا حبيت أشارككم تحدي إنه بساعة واحدة، يعني من الساعة 6 أنا بلشت، من الساعة 6 أو دخلت فعليا المطبخ على الساعة 6، على أذان المغرب كان كل شيء جاهز. هون مثلا لميت وجبة غسيل كانت منشورة، وحطيت وجبة غسيل تانية احنا مسميهم وجبات، يعني إذا حدا يعني ما بيحكي عنها وجبة. فحطيت وجبة غسيل بالغسالة، وبعدها بعد ما خلصت غرف النوم مسحت الغبرة ودخلت على الصالونات وشفت شو عندي أشياء بدها تنظيف وترتيب. وما فتت على طول على المطبخ، كنت مخلصة، يعني تقريبا تقدروا تقولوا قبل صلاة العصر كنت مخلصة كل إشي. فبعد صلاة العصر أنا قلت بدي أحضر برنامج، في برنامج طبخ بحب أتابعه
وقلت بديش أهلك حالي، خلص على 6 بفوت وببلش. قلت بدي أصور وأورجيكم إنه فعلا الحمد لله بفضل الله كنت أنا منجزة. يعني ما حسيت حالي هلكت بهذا اليوم. يعني ابني درس دروسه، البيت كان مضبضب. حتى أنا بحب إنه هاي العادة فيني من زمان، يعني حتى وأنا عند أهلي ما بحب مثلا يجي وقت الأكل والله لسه القعدة مكركبة والبيت قايم قاعد، ما برتاح. او اجي اقول بعد الفطور بنظف وبرتب. هلا ممكن اوقات باجي بقول انه بعد الفطور، لكن الا غرفة القعدة او المكان التلفزيون، هذا المكان تحديدا بحب يكون جاهز ومرتب. حتى تخيلوا وقت العزايم، يعني بالعزيمة أول إشي بكون مرتب السفرة ومحضرتها ومرتب البيت وكل إشي كامل. يعني أبقى عارفة إنه ما في ولا إشي بستناني أعمله بعد ما أفوت المطبخ نهائيا. هون بشيل الغبرة بالأول وبعدين برش الإشي الملمع. هلا هون السيترس اللي عم بستعمله براند سوري، الفوم اللي بستعمله الملمع غير السيترس، هذا براند ايزي وأرخص، فصراحة كتير حلو. مش بس هيك، حتى الفوم بحسه بنظف، يعني برشه هيك شوي بحسه ببقبق شوي وبنظف المكان مش بس بلمع. تمام. فشو كنا عم نحكي؟ فهلا انا بالنسبه إلي حسيت انه او هذا نظامي، يعني انا لازم كل شيء يكون مرتب. مو كل يوم بمسح الغبره، ممكن كل يومين، حسب ما اشوفه بحاجه او مش بحاجه، ممكن بمنفضه. بس هذا اليوم كنت شايفه انه إلي كم يوم مش مسح الغبره، خليني امسح. يعني حبيت اعمل معكم التحدي كامل، انه ترتيب بيت كامل. ما صورت لكم كل شيء مثلا وانا قاعده عم بحضر برامجي، لا يعني الحمد لله. نظفت، درست، قرأت سورة قرآنية كاملة الحمد لله، وحضرت البرنامج الطبخ اللي أنا بستناه وبحب أحضره. وبعدين على الساعة 6 فتت على المطبخ. شوفوا هون أنا كنت مجهزة دلة القهوة ومجهزة التمر وحطيته والمي والأشياء اللي أنا خلص يعني بعد الفطور كل شيء موجود، يعني تمام. فزي ما قلت لكم حتى بالعزايم انا هذا روتيني. يعني مستحيل 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 ابلش افوت على المطبخ وانا عارفة انه في اشي بستناني لسه بدي اعمله برا، او تنظيف او تنسيق او تنظيم، لا نهائي. يعني بكل كل شيء بإذن الله كل شيء بكون جاهز. لأنه الواحد ما بيعرف شو بواجهه بالمطبخ يا جماعة. يعني ممكن تكوني أنت هنا هلأ بلشنا شغلنا الأضوية وجهزنا أجواء زينة رمضان، ممكن تكوني أنت مثلا تخلص معك جرة الغاز، ممكن الطبخة تشيط، أو ممكن بدك تغير الطبخة، فتلاقي حالك وقتك انسرق منك في المطبخ ولسه في شيء بستناكي برا نهائي. لدرجة يا جماعة حتى لو بدي أحط ميك اب وأظبط حالي، بظبط حالي قبل ما أفوت المطبخ، وبعدين بضل علي بس أغير لبسي إذا جايين ضيوف أو عندي عزيمة فقط. أما أبدا ما تفوتي على المطبخ وأنت عارفة لسه بستناكي شيء برا. هاي من الطرق اللي عن جد بتوفر عليك وقت وبتريحك، يعني وأنت في المطبخ حاسة حالك ما في شيء بدك تعمليه برا. والسر الثاني انه انا بحب افوت على المطبخ يكون تقريبا ما فيه كركبة كتير. يعني يكون مثلا كل شيء جاهز وما فيها الكركبة اللي لسه أنا بدي أفوت أنظف. لو حاسة المطبخ مكركب بكون أنا أول إشي بعمله قبل ما أبلش البيت بنظف المطبخ، بحط الجلي بالجلاي. هلأ هون شوفوا كانت الساعة 6:04. فتت على المطبخ على 6:04. شو كنت أنا مجهزة؟ كنت مجهزة الصحون الكاسات، هون أنا مطلعتهم من الجلاي بدل ما أضبهم حطيتهم على جنب، ونقع الرز، وكنت بدي أعمل السلطة فنقع كمان البقدونس، ومطلعة الخضرة اللي بدي أعملها سلطة، ومجهزة أنا بدي أعمل أوزي، فحاطة الدجاج على الفرن. هذا كنت عاملته يعني بتقدروا تقولوا يمكن على 5:30 فتت عملته، حطيت الدجاج على الطنجرة ورجعت. يعني كنت عم بحضر برنامج الطبخ ورجعت طلعت كملت البرنامج تبعي فبس. وكان المطبخ جاهز لاني انا كنت تقريبا يعني خلص. صراحه 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 زمانكم جلاي يجيبوها وبالاقساط صارت تنباع، لانها كتير بتساعدكم بتوفر عليكم كتير وقت. فبلشت حضرت السلطه، عملت الفتوش، والاشياء اللي انا بدي اطبخها. شو عملت انا؟ يعني هذا اللي عم بيحصل قدامكم عم بعمله لما فتت على المطبخ بعد الساعة 6، يعني على 6:04. عملت السلطة وجهزتها. شو بعمل أنا؟ ما بخلطها، بحط عليها السماق والزيت الزيتون والليمون زي ما شفتوا سكب هيك، وملحتها وبحطها على جنب، ما بقلبها عشان وقت قبل الفطور ببلش أقلب فيها. هون بلشت أحضر بالأوزي. أنا بالأوزي عادة بعمل اللحمة لحال، كل شيء لحال. الدجاج بحطه بالفرن مثلا ما بسلقه. هون لأني أنا بدي إشي سريع، بدي طبخة سريعة،
فعملته كله بطنجرة واحدة، يعني قلبت اللحمة مع البصل وبهرتها، وبس استوت اللحمة حطيت عليها الرز بعد ما صفيت الرز وقلبته، وكنت سالقة الخضرة، بحب أسلقه مع مكعب مرقة دجاج بيعطي نكهة أذكى، ودرته على الرز، وهون مرقة الدجاج درتها عليها، وهون كان جاهز على طول. بلشت الطبخة على النار، عم تتسبك الرز، بلشت أقلي. من الأشياء اللي ساعدني على الإنجاز إني زي ما قلت لكم بفيديو المفرزنات، إني كنت مجهزة الأشياء المفرزنة، هاد كمان بوفر وقت. هون مثلا أنا لقيت عندي خبز حمام كمان وعملته، حطيت مايونيز وجبنة مثلثات ونعنع ناشف وبودرة ثوم بدل ما أدق الثوم، وخلطتهم بسرعة. قطعت الخبز، حطيت عليه زيت زيتون، وفردت عليه الخلطة بالمعلقة هيك، والموتزاريلا. وبالوقت اللي انا بدي اشوي فيه الدجاج قلت بشويهم سوا، يعني بحطها بالفرن طبعا بالاول، على اساس انها تتحمر من تحت وتستوي، ولما اجيت بدي اشويها دخلت معها الدجاج ينشوى. هون انا ما عملت شوربه، يعني من الشغلات اللي بتساعدك توفري وقت جيبي هاي الشوربات الجاهزه يا جماعه. اللي ما جرب شوربه البروكلي هاي من ماجي خرافيه، يعني ما تقولوا انا ما بحب البروكلي كيف طعمها، على ضمانتي جربوها، بتشهي شوربه الفطر وشوربه البروكلي رائعه. شوفوا هون كنت جاهزه خلص، هون كان ضايل يمكن على الاذان يمكن 5 دقائق او 10 دقائق. قلبت السلطه، وكان عم بتحمر عندي الدجاج والتوست هذا اللي انا عملته، اللي هي خبز بالثوم، ايوه الخبز بالثوم. وعملت الفيمتو العصير يعني، وجهزته، يعني كله هاد بالاخر 10 دقائق، وخلص كان كل اشي جاهز عندي. يعني هاي زي ما انتم شايفين، شوفوا ما أذكى هالخبز بالثوم. صراحة جربوها كتير زاكية. أنا بالعادة بعمله بالخبز الفرنسي، بس صراحة بالخبز الحمام أو الصمون، يا الله ما ألذه. وهي هون الأوزي جهز، وحطيت عليها الدجاج. بهاي اللحظات تقريبا كان عم بيأذن، يعني بهاي اللحظات كانت طبعا الطاولة كانت عندي جاهزة، خليت ابني، مش أنا، اللي هو أنا كل شيء بدي أعمله. هاي هون الأذان. وهيك السفرة الحمد لله كانت جاهزة. السلطة جاهزة، الفجلات، المقالي، السمبوسة، الشوربة، الخبز بالثوم، والعصير. شو في أحلى من هيك؟ وجبة متكاملة، والكل انبسط فيها وشبعوا وانبسطوا الحمد لله. وكان ابني مجهز السفرة، وحطينا الأكل وأكلنا وصلينا المغرب، وفتت على المطبخ. طبعا هون كنت شربانة قهوة أنا. هلا هون الجلاية كانت فاضية، يعني من الشغلات الحلوة كمان بتساعدكم انه خلوا الجلاية فاضية الصبح، يعني هيك فضوا الجلاي وضبطوا المطبخ يكون كل اشي جاهز، بس تشتغلوا شغل اللي ما بعد الفطور. وبلشت يعني انظف بالمطبخ واحط الجلي بالجلاي، ونظفت الفرن وضبطته كامل، وخلصت من همه قبل تقريبا التراويح، يعني قبل صلاة العشاء. هلا بالعادة أنا كيف نظامي بيكون لما بفوت المطبخ؟ هلا ممكن أخفى شوي، بعد يعني ما أفوت على المطبخ مباشرة، يعني أشرب قهوتي ولاقي حالي خفيت على الكنباية، بكون عم نحضر شيء مثلا بعد صلاة المغرب. هلا حسب طاقتي ونشاطي. هلا هون كنت أنا فايت على المطبخ وقلت خليني أخلصه، لأنه ما كان كتير في كركبة، بس تاع الشغل المطبخ. والحمد لله، الحمد لله فضل الله عندي جلاي. الجلاي بتساعد صراحة، يعني أنا من الأشخاص اللي بشجع الجلاي. يعني في ناس بيقول لكم ممكن لا لا، أنا عن تجربة بقول لكم هي زي بنتي بالنسبة إلي، إيدي التانية في المطبخ. فهلا هون نظفت المطبخ وجهزته. شو اللي بعمله أنا؟ بس بريح أوقات، يا بحضر مسلسل أو بمد حالي بخفى شوي. المهم بعد ما أكون أنا صليت التراويح، يعني هذا اللي أنا بعمله هلا، ممكن مباشرة، ممكن لا أبلش على الساعة 10.
يعني بصلي التراويح أنا بالبيت غالبا، بصلي لي مثلا 6 ركعات حسب شو الله بيعطيني طاقة. بكون عم بقرأ، يعني بقرر مثلا بدي أختم سورة قرآنية أثناء التراويح، يعني هيك بكون حاطة هاي الخطة أو البلان، إنه أنا مثلا عشان أتشجع زيادة لختم سورة بكون خاتمة سورة قبل صلاة العصر وسورة مثلا على التراويح. شو بتاخد معي؟ مثلا بتاخد 6 ركعات، 8 ركعات، يعني شو ما بتاخد، سورة سورتين حسب قديش أنا بدي أختم وين موصلة بالقرآن. وخلص بعدها باجي بقعد، يا بكون إذا ما كنت غفيانة قبل بخفى، أو باجي مثلا بحضر مسلسل أنا بستنى أحضره، بكون متابعته. فبعمل هون أنا كان جعبالي صراحة نسكافيه أو حسب شو الحلو اللي بيكون عندكم، وهيك كان جعبالي قطعة شوكولاتة وحطيتها وروقت عليها وقعدت، وحسب شو الله بيسر بخفى، بحضر شيء، شو بصير معي ما بعرف، حسب كل واحد وظروفه بهذا اليوم. بس كل اللي بحب أقول لكم إياه إنه بتقدري تنجزي، بتقدري تلحقي. حبيت أشارككم روتيني من أيام ما كنت أنا أشتغل. يعني شوفي، سواء كنت في البيت سواء كنت موظفة، اختاري يعني نوع يعني وجبة بدك تعملي لهم إياها اللي ما تاخد معك وقت كتير، وبتقدري تعملي معها شيء جانبي وتنبسطوا انتوا والعيلة، وتكون يومك منظم وأيامك ماشي، وتكوني موازنة ما بين القرآن والبيت والأولاد والدراسة والصلاة بإذن الله، والترفيه. فالحمد لله هذا كان فيديو لليوم. فبتمنى يا رب يكون عجبكم، وما تنسوني بكومنت لطيف واللايك وسبسكرايب إذا كنتم مش مشتركين. دائما إن شاء الله يكون بفيديوهاتي في فائدة لكم، والتشجيع والتحفيز على إنكم تنجزوا دائما. شكرا كتير لأنكم وصلتوا لنهاية الفيديو، يعطيكم ألف عافية والسلام.